السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي سنة 5 ابتدائي، عاملين ايه يا رب؟ دايما تكونوا بخير. ركز معايا انت وهو وهي في الامتحانات دي، عشان الامتحانات دي هيجيلك زيها بالظبط في اخر السنة. والنهاردة جينا بالنموذج الثالث من النماذج الاسترشادية لنهاية العام. وقبل ما نبدأ زي ما انتم متعودين، انزل اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة تتابعني، ويلا بينا نبدأ. واحد. السؤال الأول بيقول أكمل الجمل الآتية. واحد: الهرم السكاني يساعدنا في تقدير احتياجاتنا. احتياجات السكان من إيه؟ هقول له من تعليم وصحة ومرافق وفرص عمل. جميل. اتنين: قام الإسكندر الأكبر بالشروع في بناء مدينة نقط لتكون عاصمة للبلاد. هقول له مدينة الإسكندرية، واللي هي إيه، معمولة اسمها على اسم الإسكندر. جميل. تلاتة: أكثر المدن المصرية ازدحاما بالسكان مدينة. هقول له القاهرة والجيزة. أما هنا لو قال لك أكثر المدن ازدحاما، دي يبقى القاهرة والجيزة. طب قال لك لو أكثر المدن جذبا للسكان، هقول له القاهرة والإسكندرية. جميل. أربعة: وقعت مصر اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة. هقول له جمهورية السودان. خمسة: أشهر معارك رمسيس الثاني ضد الحوثيين معركة. هقول له معركة قادش طبعا، واللي انتهت بأول معاهدة سلام في التاريخ. جميل. ب. بيقول لك ما النتائج المترتبة على حفر الملك سنوسرت الثالث قناة سيزوستريس. هقول له نتج عن ذلك ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق النيل، وزيادة النشاط التجاري بين مصر وجيرانها. جميل جدا جدا. ندخل على السؤال الثاني وبيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد: كان ينتمي نقط إلى الطبقة الرابعة من مصر الفرعونية. الطبقة الرابعة هقول له ده يبقى صغار الموظفين. جميل. اتنين: زيادة متوسط عمر الفرد وانخفاض الوفيات في مصر نتيجة للاهتمام بالرعاية ايه؟ اقول له بالرعاية الصحية. تلاتة: بنى المصري القديم معابد جنائزية، منها معبد، اقول له معبد حتشبسوت. جميل جدا جدا. أربعة: المكان المسؤول عن شراء الأسهم والسندات. هقول له البورصة. هي ملغية بس احنا بنحلها برضو. أقول له البورصة. ب. بما تفسر اهتمام المصري القديم بالحفاظ على جسم الميت بعد وفاته. هقول له لاعتقادهم في البعث والخلود. سهلة جدا. جميل. اتنين: استطاع المصريون القدماء تحديد قيمة الضرائب. هقول له بسبب ان لبراعتهم في علم الحساب. برضك سهلة. ندخل على السؤال الثالث. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. إلهة الحق والعدل عند المصريين القدماء، ولو تفتكر كان بنرمز لها بالريشة. هقول له الإلهة معت. جميل. اتنين: سجلت على جدران الأهرامات من الداخل لمساعدة الميت في الحياة الأخرى. هقول له دي نصوص الأهرام. برضك مش علينا بس مفيش مشكلة. تلاتة: متخصصون يقدمون المشورة للمواطنين لشراء وبيع الأسهم في البورصة. هقول له دول سمسرة البورصة. جميل جدا جدا. أربعة: أدب يعكس حياة المصريين القدماء السياسية والاجتماعية. هقول له الأدب القصصي. خمسة: أوراق مالية تثبت أن ملكها قدم قرضا لصاحب المشروع لمدة محدودة. هقول له دي السندات. ب. ما العلاقة بين الأفراد في سن 15 إلى 64 سنة واقتصاد الدولة؟ هقول له تعد فئة منتجة تساهم في زيادة اقتصاد الدولة، اللي هي الفئة ايه؟ سن العمل. جميل جدا جدا. ندخل على السؤال الرابع. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد: أقصى مدة زمنية لامتلاك السندات هي 10 سنوات فأكثر. أقول له صواب. اتنين: تعتبر قصة الملاح الغريق من الأدب الديني عند المصريين القدماء. أقول له خطأ. تلاتة: تحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث عدد السكان. هقول له صح، ولو تفتكر المرتبة ال 14 على مستوى العالم. أربعة:
استمرت رحلة الملك نيخاو الثاني للدوران حول أفريقيا لمدة 4 سنوات. غلط، حد عارف؟ 3 سنوات. جميل. ب. ما المقصود ب؟ 1. التركيب النوعي، هقول له تقسيم السكان حسب النوع سواء كانوا إناث أو ذكور. جميل. 2. الهجرة، ما المقصود بالهجرة؟ هقول له انتقال الأفراد من مكان إلى آخر. من مكان إلى إيه؟ إلى آخر. وإحنا فاكرين إن إحنا عندنا نوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. جميل جدا جدا. وبكده يبقى خلصنا النموذج الثالث من النماذج الاسترشادية لآخر السنة المهمة جدا جدا. وطبعا لو نسيت تعمل لايك اعمل لايك، ولو أول مرة تتابعني اشترك في القناة. وفي الآخر مع مستر سيد سليمان، الدراسات في أمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.